أهلا بكم في مانجا رعب جديدة، مقدمكم الدائم نور رعب. مانجتنا النهاردة غريبة ومثيرة، ولو بتحب النوع ده من الفيديوهات ما تنساش لايك واشتراك عشان تشوفنا مرة تانية. بتبدأ مانجتنا مع كاورو، البنت اللي بتحكي عن رسالة وصلتها من صديقتها إيزومي، واللي انتقلت للعيش في بلدة تانية السنة اللي فاتت، وكانت بتدعوها إنها تجيلها وتشوف البلدة الجديدة. وكتبت لها ملاحظة إن بلدتها غريبة جدا، ونشوف إنها بتقرأ الرسالة على مائدة الفطار مع أخوها، اللي بدوره استغرب من الدعوة، ورد كاورو كان إنها ممكن تروح فعلا، بس هتروح لما تاخد أجازة طويلة من المسؤوليات اللي عليها دلوقتي. وبيعرض عليها أخوها إنه عايز يساعدها وياخدها في عربيته الجديدة ويوصلها. وفرحت كاورو بالدعوة دي، مع إنها قالت له إنه لسه مستلم رخصته الجديدة، فقال لها إنها ما تشيلش هم أي حاجة. وعلى الطريق السريع بتكون عربية أخو كاورو جواها كان الاتنين مبسوطين. أخوها بيقول لها الطقس والعربية والسفر نفسه كل شيء ممتع وجميل. كاورو بتقول له إنه شكله متحمس إنه يشوف إيزومي أكتر منها، وأخوها قال لها أنت بتقولي إيه، وعلق على إنه جاي معاها عشان هي أخته الصغيرة وعايز يفضل يخليها في حمايته. ردت كاورو وقالت له إنها مش عارفة ده صح ولا لأ، لكن إيزومي نفسها كانت متحمسة إن أخوها برضه جاي. فانتبه أخوها وهو بيترسم على وشه علامات الفرح، وكان واضح إنه معجب بصاحبة أخته. وبنشوف إن الطريق طول شوية. كانت كاورو بتقول إنهم بقالهم 6 ساعات على الطريق، واضح إن بلدة إيزومي بعيدة فعلا. وبنشوف جوه العربية كاورو وهي بتقول لأخوها إنه لازم ياخد راحة شوية من السواقة، كده كتير عليه. فبلا مبالاة بيرد أخوها إنه بالعكس، ده مبسوط إنه قرب يوصل خلاص. فردت كاورو بإنه بقى شكله أبله قوي، وإنه المفروض يخف من حدة انبساطه دي. فغير أخوها الموضوع بسرعة وهو بيسألها عن حاجة، إيه هي الغرابة بالظبط في البلدة دي. بس أثناء وهو بيسألها السؤال ده، ظهر قدامهم فجأة على الطريق بنت بتعدي من قدام عربيتهم، ومستحيل مهما كان هيعمل أخو كاورو بالعربية مستحيل كان يتفاداها. الوضع بيتوتر. كل الأشخاص اللي بتسوق وبيسمعونا دلوقتي أكيد في موقف زي ده هيتصرفوا تصرفين: يا هينزلوا بهستيرية الخوف والأدرينالين اللي اجتاح جسمهم يشوف اللي خبطوه ده حصل له إيه، يا هيمسك دركسيون العربية لفترة طويلة نوعا ما على الموقف ده. وده اللي عمله أخو كاورو. الاتنين كانوا في صدمة، ماسك الدركسيون ومش قادر ينزل. هل ماتت؟ وكان السؤال وإجابته في آن واحد قدامهم. البنت ملقاة على الطريق وجسمها كله ملطخ بالدماء، والجروح الدامية كانت تجتاح جسمها، بس كانت بتتنفس بتبص لهم. لسه في أمل. الرعب في جسم الأخوين خلى أخوها يندهلها بسرعة تيجي تساعده في إنهم يشيلوها لجوه العربية بسرعة، وانطلقوا بالعربية بأسرع ما يمكن. كانت كاورو قاعدة مع البنت في الكنبة اللي ورا، وهي عمالة تنقل لأخوها كل لحظة البنت بتبقى حالتها عاملة ازاي. وشها المتورم والملطخ بالدماء كان هو سيد الحدث. البنت كانت بتعافر عشان تعيش، لكن لما كاورو كانت بتلمس ايديها ومش بتحس بنبضها، بيكون ده آخر نفس ممكن البنت تطلعه. بيقف أخو كاورو فجأة بالعربية، فبتسأله أخته ليه وقفت، وبيرد عليها سؤال هيغير اختياراتكم ومبادئكم في الإجابة. هل هي ماتت خلاص؟ في المشهد اللي بعديه بنشوف العربية بتوصل للبلدة بتاعت إيزومي، بس بيبقوا عارفين إنهم من المحتمل يتأخروا عن الوصول لبيتها. فبيقترح أخو كاورو إنهم هيمشوا تحديدا لقلب البلدة عشان يقدروا يوصلوا بأسرع وقت. وبناء على اللي كاورو قالته إن بيت إيزومي على أطراف البلدة من الخلف، يعني ناحية الجبل اللي محوط البلدة دي. بس وهم ماشيين بالعربية بيقفوا قدام عمود صخري غريب. كاورو بترد بقلق إنه مستحيل كل ده يبقى لافتة للطريق مثلا. رد أخوها بإنه أكيد لا، مين هيحط حاجة بالشكل ده وسط الطريق. كاورو بترد بإحساسها الداخلي إن الشيء ده شبه شاهد القبر.
بيستغرب أخوها وبيرجع بهدوء بالعربية لورا وبينحرف شوية عن الطريق عشان يعرف يعدي من جنب الشيء ده، وبيبص في المراية الخلفية وبيسأل باستغراب: شاهد قبر؟ مين ممكن يعمل كده في نص الطريق؟ بس بيتفاجئوا بشواهد قبور كتيرة في الطريق قدامهم فجأة، وبتكون المصيبة المرعبة حلت عليهم بالفعل. وبيحرك أخوها العربية بسرعة لورا، لكنها بتخبط بالخطأ بشاهد القبر اللي كان وراهم، وبتتعطل العربية على الطريق. الشاهد بيكون اتكسر لنصين، ونص منهم اتحشر تحت العربية نفسها. وفجأة وأخو كاورو بيتفحص المشكلة، بيظهر من وراه 2 من سكان البلدة، وهم بيقولوا لهم إنهم أكيد مش من هنا. طب إحنا هنساعدكم. وبيشكرهم أخو كاورو، بيقول له: طب أنت واقف بتعمل إيه هنا؟ مش معاك رافعة للعربية؟ طلعها. بيتجمعوا شوية ناس تانية، وفي ظل ما كان أخو كاورو واقف عند شنطة العربية بيتكلموا الشباب وهم باصين للشاهد الصخري في إنهم بيتمنوا له ما يبقاش ملعون عشان كسر قبر حد دلوقتي. وبيفتح في ثانية شنطة العربية، واللي بنكتشف إنهم هو وأخته شالوا جثة البنت جواها. بياخد رافعة السيارة بسرعة وبيقفل باب الشنطة من غير ما حد يلاحظ. كانت كاورو قلقانة وهي بتراقب ده كله. بيرفعوا فعلا العربية في النهاية وبيساعدوه، وبيشكرهم أخو كاورو على مساعدتهم ليه، وبيردوا الشباب إن لا شكر على واجب، وإنهم مش هيلوموا أي سائق أكيد في وجود الشواهد دي كلها. وبيسأل أخو كاورو: هل كل الحاجات دي فعلا شواهد قبور؟ فبيردوا عليه بالإيجاب، بس بيقولوا إنهم كانوا بيعملوا الشواهد دي للي بيموت على الطريق. لكن مؤخرا في حاجة غريبة، الشواهد دي بدأت تكتر لوحدها وتزيد، فبقت أغلبية الطرق مقفولة. كاورو بتسألهم ليه الشواهد دي كلها هنا، فردوا بغرابة وقالوا لها إن كل الناس دي ماتت على الطريق ده. من ورا كاورو بيجي حد بيغمي عينيها عشان تتعرف عليه، وبتطلع إيزومي نفسها. واتبسطوا الاتنين بمقابلة بعض وبدأوا يتكلموا وتسألها على الطريق، وقالت كاورو إن أخوها هو اللي جابها لهنا، فبتسلم إيزومي على أخوها اللي بيتحرج وهو بيرد السلام. وفي بيت إيزومي بتقول لهم إن هي كمان كانت مصدومة لما جت هنا ولقت الشواهد دي كلها على الطريق كده. وفي الحقيقة في شيء تاني في بيتها. بتفتح إيزومي غرفة جانبية وبيلاقوا نفس تصميم الشواهد اللي على الطريق جوه بيت إيزومي، كأنه اتزرع هنا فجأة، وإنه قبر شخص غريب. بتسأل كاورو ليه ممكن يبقى فيه شاهد قبر في نص الغرفة. ردت إيزومي إنها مش عارفة، لأنه البيت اللي هي فيه ده كان مستأجر أصلا لحد تاني قبلها، فممكن يكون الشاهد ده يخص العيلة نفسها اللي كانت هنا قبلها. وبتشاور إيزومي على واحد تاني ولكنه رفيع جدا، بيكون مكانه بجانب غرفتين تانيين في البيت بتاعها. فبتستنتج كاورو إنه في البلدة دي الشواهد بتتحط في المكان اللي مات فيه الشخص، مش شرط إنه يبقى على الطريق. فبترد إيزومي بالإيجاب. وفجأة بتدخل والدة إيزومي وهي بتقول لهم إن هي كمان مستغربة الأمر، بل ما بتحبهوش أصلا. بس هي شافت إن كل البيوت اللي جنبها فيها نفس الموضوع. في الأول لما انتقلوا لهنا كان الموضوع فيه صدمة كبيرة شوية ليهم، بس مع الوقت تعودوا. تسألهم والدة إيزومي هل هيبقوا هنا لعدة أيام صح؟ فبترد كاورو بوهن. فبتلاحظ والدة إيزومي إنهم مش كويسين ومرهقين، فبيتدارك أخوها الموقف بسرعة، بيقول لها إحنا بس تعبانين من الرحلة لأنها كانت طويلة جدا. ووافقته أخته كاورو، وبتتكلم إيزومي وبتقول لهم إنهم كمان وصلوا هنا وخبطوا شاهد القبر، ولا عجب في إنهم مرهقين ومصدومين. فبيضحك أخو كاورو عشان يعدي الموقف. فبتقول لهم والدة إيزومي يستريحوا شوية، وبعدين إيزومي هتوريهم المكان وتفرجهم على البلدة. ومن بره المنزل كان فيه شواهد قبور كتيرة قوي جنب كل بيت. إيزومي قالت لهم إن دي تعود لأجداد اللي عاشوا هنا. وأخو كاورو بيرد بأنها عادة غريبة جدا ليهم إنهم يعملوا ده أصلا جنب بيوتهم. وبيكمل وبيقولها هل في فايدة من وضع الشواهد بتاعة القبور في الأماكن دي؟ وإيزومي بتقوله إن مفيش سبب واضح، وإن اللي في المدينة دي اللي بيموت الشاهد بيبقى فوق مكان موته بالظبط. أخو كاورو كان مستغرب من العادات دي بالفعل، وإنهم يعتبر كانوا سادين الطريق اللي هو علق فيه من أجل لا شيء. وهما بيتحركوا في البلدة لاحظوا قدامهم مبنى المستشفى اللي كان بيجري قصاده 2 مسعفين، وهم بيشيلوا شخص وبيحطوه على الأرض. والدكتور بيبدأ يكشف عليه،
استغربوا الموقف، لكن إيزومي قالت لهم إن الشخص ده شكله على وشك الموت، فلازم يخرجوه بره المستشفى عشان لو مات جوه هيعملوا له شاهد القبر جوه المستشفى. أخو كاورو شاف إن دي قسوة لجسد الميت، مجرد تحريك شخص بينازع الموت هي قسوة من البشر اللي بيبتدعوا العادات وكمان بيعذبوا بعض بيها. مش بعيد أصلا إن الشخص العجوز ده كان بيشجع العادة دي وهو عايش وبصحة كويسة، ما كانش يعرف إن هيحصل فيه كده. لكن إيزومي كانت بترد على تعليق أخو كاورو بإنهم ما عندهمش خيار تاني. التفتت إيزومي لكاورو نفسها وسألتها عن صمتها طول الوقت، هل هي منزعجة من شيء؟ لكن أخوها بيتدخل في الرد وبيقول لإيزومي إنها بس مندهشة من عادات البلدة وغرابتها يعني. وإيزومي بتوافقهم وبتعتذر عن كون الصدمة غريبة بالشكل ده. وبتكمل إيزومي وهي بتقول لكاورو إنها بس كانت فاكرة إنها هتلاقي الموضوع مثير للاهتمام بسبب إنها عارفة إن كاورو بتحب كتب الرعب والفزع. وكاورو بترد عليها وتقول لها إنها بس حاسة بدوار السفر ولسه حاسة بالغثيان لحد دلوقتي. أخوها بيقول لها ما تقلقش تتحسني قريب، فإيزومي بتقترح عليهم إنهم خلاص يرجعوا البيت عشان كاورو كمان ترتاح. وهما راجعين في الطريق بتحكي كاورو إنها كانت مش قادرة تمثل إنها طبيعية. أخوها قدر بالفعل، لكن شواهد القبور والموت اللي بيحاوط البلدة دي كان يعني كل ده كان غريب ومش قادرة تتعامل معاه بشكل طبيعي. بيصادفهم على الجسر وهم مروحين جسم قطة ميتة. افترضوا إنها اتخبطت من عربية لأنها غرقانة في دمها. أطال أخو كاورو النظر للقطة وكأي رد فعل بشري طبيعي يتحرك ناحيتها وهو بيقول لهم إن ده شيء حزين وخلونا نحفر لها حفرة صغيرة وندفنها. وبصرخة إيزومي بتوقفه وبتمنعه من ده وبتقول له إنه ما ينفعش يلمسها، هو لازم يسيبها عشان دي الطريقة الوحيدة للخلاص والإحساس بإنها انتقلت للسلام الروحي، ولازم كمان يسيبها زي ما هي عشان شاهد القبر. فاتكلم أخو كاورو وقال لها حتى القطط ليها شواهد قبور هنا هي كمان. بتتغير نظرة أخوها شوية للموضوع وبيشوف إن هو وأخته إن في رحمة شوية في أهل القرية دي، يعني ما شافوهاش في ناس تانية قبل كده. وبيستنتج أخو كاورو في الكلام إنه بسبب كده بقى هو لاحظ إن في شهود قبور بأحجام مختلفة، في كبير في صغير. وبيكونوا في بيت إيزومي وفجأة بتقطع الحديث والدة إيزومي وهي بتسأل بنتها عن عدم عودة أختها أيومي لحد دلوقتي. الأم كانت قلقانة مش عارفة بنتها الصغيرة اتأخرت ليه لحد دلوقتي، فبتستفسر كاورو عن أختها الصغيرة وإزاي حالها وكده. فبترد إيزومي بأنها لسه عندها حركاتها الصبيانية دي وراحت ناحية الجبل الصبح، بس واضح إنها فتحت مغامرات طويلة المرة دي عن كل مرة. حل الليل وكانت أيومي أخت إيزومي ما زالت ما رجعتش، وبيوصل والد إيزومي للبيت وهو بيزعق وبيقول لوالدتهم إن هي ليه ما بلغتش الشرطة على طول وممكن تكون تاهت أو اتخطفت. وبنشوف إن كاورو وأخوها بيتلصصوا وبيسمعوا من غرفتهم الخناقة دي. أخوها بيبص لها ويقول لها كاورو اوصفي لي أخت إيزومي كده. فبتبدأ كاورو تقول له إنها نحيفة وأقصر منها. فسأل طب وشعرها؟ قالت له طويل وفي أغلب الأوقات بتضفره. الأخ اتصدم وهو بيقول لها مستحيل، مش ممكن إنها تبقى البنت اللي في شنطة العربية، هو أنت كنت عارفة؟ بيسأل أخو كاورو وهي بتقول له مستحيل إنها كانت تعرف، هي كانت شاكة بس من كتر ما وشها كان متورم فما كانتش تقدر تتأكد. في صباح اليوم التالي بدأت حملة بحث من البلدة تدخل الجبل عشان تدور على البنت. شارك فيها رجال الأطفاء والبوليس وبعض من أفراد البلدة، وبدأ الأفراد دول كلهم البحث ويتكلموا عن المواصفات بتاعة البنت عشان الكل يعرفها. وطبعا كاورو وأخوها كان بيسمعوا وكانوا مع إيزومي، وإيزومي قالت لهم إن مفيش داعي يتعبوا نفسهم ويدوروا معاهم. فبيرد أخو كاورو يقول لها إنهم قلقانين زيها على أختها إيومي يعني، لكنه متأكد إن إيومي هترجع بالسلامة يعني. وبتحكي كاورو إنه برغم إن محدش طلب منهم حاجة إلا إنهم انضموا بالفعل للبحث. وبنشوفها بتتبع أخوها وبنشوف كاورو وهي بتتابع محادثة بين 2 من رجال الأطفاء وهي واقفة مع أخوها. واحد منهم بيقول له إزاي هتقول كده؟ فبيرد التاني ويقول له إنهم ما لقوش أي أثر للبنت، يعني هيقولوا إيه؟
وممكن تكون ماتت في أي مكان بالفعل وبقى ليها شاهد قبر في مكان ما. تستغرب كاورو شوية من الحديث، وبيكملوا ويقولوا إنهم بقالهم ساعات بيدوروا بدون أي نتيجة أو أثر، من الممكن إنها مش في الجبل أصلا. وبيتكلم شخص من البلدة وبيقول هل الكل شاكك في حاجة ولا هو لوحده اللي شاكك فيها؟ فبينتبهوا ليه وبيقول لهم إنه شاكك إنها ممكن تكون وقعت في بئر المزار القديم. وبيترعب كل الموجودين، وبيقول واحد منهم إن لو ده فعلا حصل تبقى مصيبة حقيقية. لكن على أي حال هم لازم يتفقدوا البئر. وبنشوفهم طالعين على سلم قديم وبيتوجهوا لمكان مريب. بيقرب راجلين من البئر وبيسأل واحد منهم هل التاني شايف حاجة؟ لكن الراجل بيرد وبيقوله لا، أنا مش هقدر أشوف القاع. فبيسأل أخو كاورو هل القاع عميق للدرجة دي؟ فبيرد الشخص بالإجابة ويقول عميق جدا. وبيكمل الراجل ده ويقول لهم إنه من زمن بعيد كانوا بيرموا الجثث اللي كانوا عارفين ليها تاريخ أسود عشان تجد السلام بداخل البئر ده. كل شخص مات موتة مش طبيعية أو كان عايش عيشة بيظلم فيها الناس كان بيترمي هنا. وبيكمل وبيقول على أي حال لو هي وقعت هنا فمفيش أمل للنجاة. وبيستغرب أخو كاورو ويقول له شخص ميت عشان يجد السلام فنرمي جثته في بئر؟ الراجل يرد باستغراب ويقول له أيوة، شكلك مش من هنا. بيسكتوا الاتنين والراجل بيشرح لهم ويقول لهم معنى عدم إيجاد السلام للمتوفي في عاداتهم وتقاليدهم، وهي إن الشخص يموت ومفيش شاهد قبر يتبني تلقائي ليه، فبيبقى شيء محزن. وبيذكرهم بالشخص اللي مات قصاد المستشفى ده ما طلعلوش شاهد قبر بقاله يوم، فطلب منهم يروحوا يشوفوه في وقت لاحق لو عايزين يفهموا أكتر الحاجة دي بتحصل إزاي. هنا بدأ الموضوع يبقى مريب مرعب غير مفهوم يخوف، يعني كوليكشن كده مع بعض مش مفهومة خالص، بس هنفهمها قدام. بنشوفهم في المشهد اللي بعديه بيمشوا بعيد عن المكان. إيزومي بتقول لأخوها تايوشومي هنعمل إيه؟ إحنا قتلنا إيومي وجسمها موجود في شنطة العربية. بيرد تايوميشي أخوها بعصبية بإنه عارف ده، بس هو بيحاول يفكر يتصرف إزاي، لأنهم لو اتكلموا هيتحولوا لشواهد قبور هنا، بس مش هينطقوا بكلمة لحد ما يقرروا. بنشوفهم بيوصلوا قدام المستشفى فعلا وبيلاقوا 2 بالغين بيشكروا موظف داخل المستشفى، وبيسمعوا الراجل بيقول للموظف إنه بسببهم في شخص قدر يلاقي السلام. الكلام ده طبعا كان عن الشخص اللي مات وشفناه من فترة. وبيكمل الموظف ويقول لهم إنهم قعدوا يحرسوه طول الليل، فبيشكروا الراجل التاني وبيقول له إنه بالفعل لو حد كان لمسه بالليل ما كانش هيقدر يتحول. كاورو وتايمشي بيبصوا باستغراب للموقف، وفي عرض بانورامي مخيف بنشوف شواهد قبور كتيرة قوي في اليارد بتاعة المستشفى. والموظف بيكمل وبيقول إنه بحلول الغد مش هيكون في شك إنه هيتحول لشاهد قبر عظيم. والشخص بيوافقه وبيقول له أنا شايف إن العمود الصخري بيكبر جواه بشكل ممتاز، انتوا مجانين ولا إيه؟ وبيوافقوا الموظف بالفعل. وبتستفسر المرأة اللي مع الراجل هما هيحلوا إزاي مشكلة امتلاء اليارد بالشواهد الكتيرة دي، وهيعملوا إيه لما هما نفسهم يجوا عليهم الدور. في ظل ده كان تايوميشي بيقرب هو وكاورو لا إراديا ناحية الشاهد الصخري اللي بينمو من خلال جسد الشخص الميت، وعلى طول بيلاقي الراجل بيلاحظه وبيزعقله بإنه ما يلمسهوش لأنه لسه ما اكتملش. في المشهد اللي بعديه كانوا ماشيين وهم خايفين، موتى بيتحولوا ببطء للشواهد الصخرية اللي احنا شفناها دي كلها وتبقى قبورهم. تايوميشي ما بقاش فاهم يفسر ده ايه، المناخ طيب في كيميائيات معينة مسمومة في الجو مثلا. وبيقول انه في النظرة اللي بقى يبصلها لشواهد القبور دلوقتي بقى قادر يفهم الخربشات الخفيفة اللي على الجدار الصخري ده. بيبقى الميتين نفسهم وهم بيتحولوا. بتقتحم كاورو أخته عقله وأفكاره بكلامها وهي بتقول له هل ممكن إحنا نكون في كابوس طويل؟ ودي الحقيقة اللي كانوا بيتمنوها بصراحة، واللي تايوميشي كان بيقول لها إنه بيفكر في كده زيها، لكنه بيتمنى إنه فعلا يبقى حلم. التوتر بيزيد، ولما بيوصلوا ناحية عربيتهم بيلاقوا إيزومي واقفة بتبص على إزاز العربية
كانوا مقلقين منها وبيقربوا، بيغيروا طبعا طريقتهم، وتايموشي بيقرب بابتسامة وهو بيسأل إيزومي بتعمل إيه عندها، اللي بدورها بتتخض من وجودهم وبترد إنها ما بتعملش حاجة، وبيحكي لها إنهم راحوا ناحية البئر القديم بس ما لقوهاش برضه، فبتشكره على مجهوده وإنه بيحاول يدور على أختها. فبيبدأ يسألها عن بحثهم هم حوالين الجبل كان عامل ازاي، بما انهم كانوا فرقتين اتفرقوا يعني بيدوروا يعني على البنت. فترددت إيزومي وقالت له احنا ما لقيناهاش برضه، لكن في اثار لعربية هناك وفي اثار دم مختلطة مع موضوع العربية. فبيرد تايموشي وبيقول لها فهمتك، بس اكيد هي ما اتخبطتش من العربية يعني. ردت وقالت له ما تعرفش، بس هو البوليس بيحقق وبتتمنى انها فعلا ما تكونش في عربيه خبطتها. وبصت لهم وقالت لهم المفروض انتوا الاتنين تستريحوا دلوقتي، تقدروا تروحوا البيت، لكن هي كان لسه عندها حاجات تانية تعملها. مشيت بعيد وكاورو نظرت ناحية العربية بتاعت أخوها وشهقت لأخوها اللي خلته يبص على مقعد العربية الخلفي الكنبة اللي ورا، واللي كانت ملطخة ببعض الدماء الخفيفة قوي. خبطوا الاتنين على إزاز العربية في صدمة، وأخوها قال لها إنه يعني هو ما خدش باله من الدم ده. وكاورو قالت له شكلها كده عرفت، فرد تايموشي وقال لها تهدى، هو ده دم بالفعل بس مش كتير، ممكن تكون ما لاحظتهوش. وبتنهار كاورو وهي بتقول له حتى لو هي ما لاحظتهوش، بس فانوس العربيه الامامي متكسر والكبوت باين ان في خبطه، فاكيد لحظه ده وهتربط ال الادله ببعض، وانهم مش هيقدروا يخبوا اكتر من كده. وفي الليل جوه بيت إيزومي كانوا قاعدين كلهم، وهي بدأ القلق والخوف على أختها يزيد دقيقة بعد دقيقة، وسؤال إن أختها ممكن تكون راحت فين فضلت تكرره قدامهم كتير. فكانت بتدعو قدام تايموشي ان اختها تكون عايشه بالخارج على الاقل، وتقول لهم ان ايومي لو ميته بره وحد خبطها وجرها من على الطريق مش هيتبني ليها كده شاهد القبر. وتايموشي كان بيحاول يساندها ويقول لها لازم لا تبقى قويه وانه واثق ان ايومي كويسه. ومن وسط بكائها بقلق اكبر بتقول لهم انها مش عارفه لو شاهد القبر بتاع اختها ده ما طلعش إيه اللي ممكن يحصل. هي عارفة إن الأجسام ما ينفعش تتحرك، ما ينفعش حد يلمسها. الوضع أشبه بإنك بتعبث بشرنقة لحشرة معينة أو شرنقة الفراشة مثلا، شيء لسه بيتكون. وبتكمل وتقول لهم إنها شافت قبل كده جسد شخص ما قدرش يتحول لشاهد قبر، وما كانتش قادرة حتى تبص ناحية منظر جسده بسبب رائحة عفن الجثث اللي كانت على طالعه من على غير عادة رائحة الموت اللي ممكن تقول إنك شمتها. بس الحاجات دي لما بتموت بتتعفن لدرجة محدش يتحملها. جسد الشخص ده حاولوا يحرقوه، حاولوا يتخلصوا منه بأي شكل، ما قدروش. والعادات والتقاليد بتقول انهم قدروا يحركوه ويرموه في البئر الغريب اللي هم شافوه. محدش يعرف امتى ولا ازاي اتبنى البئر ده، لكنه كان عميق كفاية عشان يبعد الريحة دي، ويعني يخلي الشخص اللي ميت ده بشكل غريب يركض بسلام بعيدا عن اي شخص ممكن يتأذى من جثته او يأذي الجثة دي بأي شكل كان. لكن مين يعرف كام شخص قبليه ومن قبل ما احنا نتولد اصلا مات وفشل في انه يلاقي سلامه الروحي والجسدي في قاع البئر ده. كاورو واخوها كانوا باصين لها بقلق، لان اللي هي بتقوله ده فجأة بيكبر ويتفرع لمعلومات كتير جدا غريبة. ختمت كلامها بانها فعلا مائلة، يعني بتميل لنقطة ان اختها في عربية خبطتها. سكت الكلام للحظات وتحولت نظرة إيزومي ناحيتهم وسألتهم هل شافوا حاجة على الطريق؟ أظن هم ساقوا لحد هنا ودخلوا في طرق كتيرة من البلدة، حتى لو يعني يقولوا حتى لو شافوا سيارة مشبوهة مثلا المفروض يقولوا لها. ومن خوف وقلق وتوتر كاورو أخت تايموشي كانت لسه هتتكلم، بس تايموشي أخوها قدر يوقفها عن الكلام واتكلم هو، ورد على إيزومي وهو بيعتذر لها عن انه مش قادر يفتكر هل شاف عربية معدية عكس طريقه ولا لا، بس ما يعتقدش. وهو آسف طبعا بوجودهم هنا او وصولهم في وقت صعب، وانهم مش هيزعجوهم اكتر من كده، والمفروض انهم يمشوا وهيمشوا الليلة دي. بنشوفهم بيودعوا العيلة المكسورة وعلى الطريق بيغادروا بالفعل، وبنشوف عربيتهم بتشق الليل بمصابيحها المهشمة
كاورو وهي جنب أخوها بتقول مش هينفع نفضل نجري كده، مفيش فايدة من الهروب، هما مش هيصحوا من الكابوس اللي فاكرين نفسهم فيه. تايموشي بيرد عليها وبيقول لها إن هي ما تقلقش، هو عنده فكرة، كل ما في الأمر إنهم لازم يخفوا الأدلة. الليل بقى أظلم من الطبيعي، وفي مكان فيه شواهد قبور كتيرة قوي العربية بتخش في الطريق ده وبتقف. كاورو بتسأله هم لسه في العربية ايه اللي لازم يعملوه دلوقتي، وبتلاحظ انهم وصلوا المزار القديم اللي كانوا فيه الصبح. فرد عليها اخوها بالتأكيد وقال لها احنا هنا في البئر القديم، ولو رموها فيه محدش هيعرف نهائيا. لكن تايموشي كان بيبص وراه وبيقول لها انه ملاحظ حاجة، العربية وهو ماشي بيها بقت تقيلة جدا عن الطبيعي، وكان لازم يزود بنزين بشكل أقوى عشان يعرف يتحرك، وامبارح العربية ما كانتش تقيلة كده. فبتسأله كاورو أخته إيه طيب اللي هو شاكك فيه أو اللي هو حسه بيحصل. رد وقال لها إنه ما يعرفش، لكنه بقى شاكك بعد كلام إيزومي إن جثة أيومي دي بتتغير لشيء مرعب بحكم إنهم حركوها بإيديهم عشان يدخلوها شنطة العربية في الأول خالص بقى أصلا. ولكن على أي حال بنشوفهم بيخرجوا من العربية، وأخوها بيقول لها لازم نخلص بسرعة قبل ما أي حد يظهر. بنشوفه بيتحرك وبيضغط على زرار شنطة العربية وبيترعب من اللي بيشوفه جوه. جثة تفوح منها رائحة موت لا يتحملها البشر، وتغيير واضح في التركيبة الجسدية للجسم البشري، صخور بارزة غير منظمة من جسمها، عيونها نفسها كان فيها صخور. بيرجعوا تايموشي وكاورو لورا وهو بيقول هل دي بقى الأشكال اللي بيتحولوا لها لما مش بيلاقوا السلام؟ بتترعب كاورو لما بتشوف المنظر أكتر من أخوها طبعا، ولما بيناديها أخوها عشان تساعده فبترفض وهي خايفة، هي مش هتقدر تلمس شيء زي ده. أخوها كان بيحاول يجر الشيء ده لكنه قال لها إنه مش هيقدر يعمل لها ده لوحده. بتقع الجثة الصخرية دي منه فجأة، وبنشوفهم في المشهد التاني وهما بيتحركوا على السلم وطالعين بالشيء ده للبئر، وبيوصلوا قدامه وبيرتاحوا شوية وبيمسكوها بكل قوتهم وبيرموها في البئر، لحد ما بعد وقت نسبيا طويل بنسمع الصوت الحجري المرتطم بقاع البئر. وكان ده صوت مريح، وكان منظر السواد جوه البئر مريح للأنظار. لما تشوف نفسك بترمي مصيبتك الكبيرة جوه السواد ده وتختفي كأنها مش موجودة بتحس بانتصار، لكنه موتر ومرعب ومهلك. بيقعد تايموشي يرتاح وبيقول لأخته إنه خلاص الكابوس انتهى. أخته بترد بالنفي وتقول له إنه الكابوس ما انتهاش لحد دلوقتي ومش هينتهي أبدا، هم خانوا صديقتها وهربوا من جريمتهم وبيبداوا يمشوا مع بعض وهي بتقول الكلام ده، واخوه بيقول لها انه عارف كل ده لكنهم لو ما عملوش كده حياتهم هتتدمر. بيسأل تايموشي اخته يا ترى كان ايه الشيء اللي شافوه ده ما كانش قادر ان هو يطيل النظر ناحيته، مش قادر يفضل شايف الشيء ده قدامه. في وسط كلامه مع اخته بنلاحظ انه اتجرح في ايده، ولكن قبل ما يبعدوا مسافة كويسة في صوت بدأ يظهر من البئر، والصوت ده وقف تايموشي عن المشي. ولما بص لأخته وسأل على الصوت ده، كاورو قالت له باستغراب صوت ايه؟ كان في أصوات، أنا متأكد في رعب غريب في إنك أنت لوحدك تسمع صوت ومحدش غيرك يسمعه. تايموشي خلى أخته تركز في الصوت لكنها ما سمعتش حاجة، وبعد ما فشلت في إنها تسمع فشل هو كمان في إنه يخليها تشوف إن في حاجة طالعة من البئر. إيه الشيء ده؟ الجثة اللي ممكن نقول إنها بتتحول لشيء صخري مرعب بتطلع من البئر قصادنا وهي حية دلوقتي، وفي الثانية التانية اللي تايموشي بيخاف فيها بينفجر البئر من الكيان الصخري الطويل اللي بيطلع منه، وكأنه محمل بكل الجثث اللي ما لقيتش السلام بعد الموت متجمعة كلها في الانتقام من تايموشي. بيتردد صوت الموت في المكان وهو بيدين تايموشي على جريمته. كل الخوف بيصرخ بيه تايموشي عشان الكيان ده يسكت، وكاورو أخته من جنبه بتسأله بصدمة في إيه اللي بيحصل. فبيقف تايموشي قدامها عاجز عن الكلام، لأن في الثانية التانية اللي كان بيصرخ فيها الكيان مبقاش موجود دلوقتي،
وكأنه اتخدع. قال لها إن مفيش حاجة واتحركوا رجوعا لسيارتهم. وبنشوف بعديها في المشاهد اللي جاية إن بتحكي كاورو إن معاناتها بدأت لما رجعت لبيتها. المعاناة من كذبها، من جريمتها، من شكل الجثة وهي بترميها في الشنطة في الأول، لا أبراها اللي عارفة ومتأكدة إنه مش مريح نهائيا. بتبعية الأمر بيوصل رسالة لكاورو من إيزومي شكت فيهم بالفعل، وشكوكها شبه مؤكدة من رسالتها. وفي بال كاورو كانت مجرد مسألة وقت قبل ما الشرطة تجيلهم وتكتشف الأمر. قالت لها إن والدها ما بقاش قادر يقوم من على السرير من الحزن، وإن حالتهم سيئة لأبعد مما يكون. الرعب اللي كان بيطارد كاورو إن جريمتها أكيد هتكتشف في يوم من الأيام. بنشوف سلم بيت كاورو وتايموشي واللي كانت والدته جنبه وهو بيتألم من إيده كانت مصابة وإحنا عارفين، بس إحنا بنفترض شيء تاني، إن إيده تبقى ملعونة، بس بالتأكيد نقدر نبص ليها إنها ملوثة بشيء. كاورو بتقول إن سرعان ما أخوها فضل يتألم يوم والتاني أكتر وأكتر من إيده لحد ما رقد في السرير، ودرجة حرارته مش مستقرة دايما، مبقاش قادر يقوم. وبعد فترة تايموشي أخوها مات. كل الناس كانت بتقول إن هو لسه صغير ومات وهو لسه شاب ومحققش لسه أي حاجة. وبنشوف في المكان اللي بيجهزوا فيه للعزا والدتها كانت عايزة تشوف ابنها لآخر مرة، ولما قربت الأم فتحت التابوت للوجه كده، الاتنين اتصدموا ورجعوا لورا لأن في رائحة عفن انتشرت في المكان. التابوت نفسه الخشب بتاعه بدأ يصدر صريره، وقدامنا التابوت بيتغير. الصخور اللي نتجت من جثة تايموشي حطمت خشب تابوته، وكل اللي موجودين كانوا مرعوبين ومش فاهمين ايه اللي بيحصل. كاورو الوحيدة اللي كانت بتراقب اللي بيحصل في خوف يقشعر له الأبدان، كانت عارفة إن كده أخوها بيتلقى عقابه. قررت كاورو إنها تروح للبلدة بتاعت إيزومي تاني، تعتذر لأهل إيزومي وتعترف بجريمتها للشرطة وتنال عقابها أمام الكل. ولما وصلت قبل ما تسلم نفسها للبوليس كانت لازم تروح لإيزومي الأول وتعتذر لهم الأول. واتضح إن ألم الفقدان أكبر مما كانت هي متخيلة. جوه بيت إيزومي كانت فيه 3 شهود للقبور، رسائل مرمية جنبها للأقارب بتاعت عائلة إيزومي، حبوب منومة، حبوب للاكتئاب، وماتوا كلهم. وإلى هنا تنتهي منجتنا الطويلة. ما حبيتش ان انا اعملها على جزئين، لقيت ان ده بيبقى مضايقكم في قصة قبل كده. يعني احنا عملنا مانجا قبل كده وانتوا اتضايقتوا جدا، مش فاكر كانت بداية الكابوس على ما اعتقد. فعيب يعني انك لسه ما عملتش لايك لحد دلوقتي، ولو عملت فبشكرك اكيد على دعمك للفيديو. اتمنى اشوف مانجا كتير زي دي في طريقي لانها مثيرة للاهتمام على غير العادة. يعني كان في اشخاص منكم اقترحوا اننا ننظر للمنهو مع المانجا يعني، فهل جميعكم يعني بتأيدوا الرأي ده ولا لأ؟ يعني أتمنى أشوف آرائكم على الموضوع ده في الكومنتات، لأنها بتفرق جدا أكتر مما أنت متخيل يعني بصراحة. واللايك برضو بيفرق. تصبحوا على ألف خير، كوابيس سعيدة، أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.